بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا عايز أتكلم النهاردة عن حاجة ضرت في ذهني وبدور عليها مش لاقيها، لأن لا إله أساس لا من الكتاب ولا من السنة ولا من السلف الصالح، ألا وهي العهد على الجني. العهد على الجني بيعتمد الراقي بعد المحادثة الطويلة والتي يسأل فيها عن الداني والقاصي وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يطلب من الجني عدم العودة إلى هذا المريض مرة ثانية، ويصيغ كثيرا من العهود الرقاه يقول مثلا: أعاهدكم من العهد الذي عاهدكم به نبي الله سليمان بن داود عليه السلام أن لا ترجعوا لهذا الجسد مرة أخرى، أو تخرجوا من الجسد ولا تعودوا إليه مرة أخرى. وعهود كثيرة جدا. طبعا أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس. طيب أنت بتقول أعاهدكم وأناشدكم بالعهد الذي عاهدكم به نبي الله سليمان بن داود عليه السلام أن تخرجوا مثلا طيب ممكن لو سمحتوا حد يقول لي إيه هو العهد الذي أخذه سيدنا سليمان على الجن؟ أنا عايز أعرفه، الراجل ما عنديش علم وعايز أعرفه. حد يجاوبني ويقول لي ما هو العهد، يجيبه لي من القرآن والسنة أو من السلف الصالح. أولا، حكم هذا القول على قدر علمي، وأنا لست بعالم، ولكن أريد أن أبحث عن العلم وأتحرى عن العلم. أولا، حكم هذا القول أو العهد لا يجوز. وأيضا في فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: إما من يستخدم الجن ويشهدهم ويأخذ عليهم العهد ألا يلمسوا هذا الشخص أو يخرجوا من هذا الشخص الذي قرأ عليه القرآن ولا يتعرضوا له بسوء، فلا يجوز. ثم إننا لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على الجني الذي أخرجه من على عثمان ابن أبي العاص ومن على الطفل ولا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال أعاهدكم وأناشدكم، ولا قال اخرجوا بالعهد الذي أخذه عليكم سيدنا سليمان، ولا غير ذلك. ثم بادر بعض الرقاه بتأليف بعض العهود، وقالوا إن هذه العهود والمواثيق كفيلة بأن تجعل الجن يخاف العودة أو الرجوع لهذا المريض مرة أخرى. لا يسعنا ألا نقول لهم: اللهم اهدهم واهدنا إلى طريق الحق، خاصة أنهم يتحدثون عن غيبيات لا دليل لهم عليها ولا كلام أهل الدجل والخرافة. فأنا عايز بس، إذا كنت أنا بتكلم أنا لست بعالم، أكررها مرة أخرى: أنا لست بعالم، ولكن أريد العلم. إذا كان الإخوة الرقاه الموجودين على منصة تيك توك واسمعهم يقول هذه العهود ويقومون بالعلاج من بعد من خلف حتة حديد ويستخرجوا الجان من النساء
ومعظمهم نساء، وهو لا يرى ما هي ولا يعرف ما هي علامات حضور الجن، ما هو شايف الحالة ولا قادر يشخصها من بعد، وازاي يحكم اللي بيتحدث عليها ده جن؟ ممكن يكون عقل باطن، ممكن يكون قرين، ممكن يكون حالة نفسية. ثم إن الرقية لابد لا تجوز من بعد، الرقية لا تجوز من بعد، الرقية لابد من الراقي والمرقي. يقوم الراقي بالنفث أو بالنفس على المرقي. هذا والله أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وهدانا الله وإياكم إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.